دلوقتي احنا في العربية، ودلوقتي ده المجمع. ده حمام السباحة الكبير المفتوح، وده حمام سباحة هناك للأطفال. وكمان دلوقتي هنشوف حمام السباحة المغلق مع صالة الرياضة. طبعا هنا أول حاجة ديت كافيتيريا، هي تبع المجمع بسكان المجمع مجانا طبعا، وقعد فيه يعني كل حاجة هنا تستخدم مجانا. الجيم طبعا هنا دورات المياه. هنا غرفة الساونا. حمام السباحة، غرفة الساونا ديت. غرفة البخار. وده حمام السباحة المغلق. وطبعا في هنا كمان سبورت صالونو اللي عايز يلعب كرة السلة وكده. تعال معايا. كرة القدم وكرة السلة كمان.
طبعا اوتو بارك اللي هو الجراج للسيارات هنا. هنا غرفة المساج. يلا بينا دلوقتي نروح نشوف الشقة. وطبعا ده كل يوم الصبح ممشى تتمشى كده في المجمع، ده مكان للتمشية. وطبعا أمن 24 ساعة زائد الكاميرات اللي موجودة. يعني كل يوم تخيل تتمشى هنا، لما تصحى من شقتك تصحى تخرج تقعد تتمشى كل يوم. حتى لو عندك كده كلب صغير جميل تتمشى بيه، او انت براحتك تتمشى براحتك. ده الاسانسير الاولاني، وده الاسانسير الثاني. في كل دور في شقتين بس، الشقه الاولى الشقه الثانيه. والميزه الشقه يعني مش لازقه في الشقه الثانيه، الحيطان بتاعتها مش لازقه في الشقه الثانيه خالص، يعني مستحيل يجي صوت خالص من الشقه الثانيه. الشقه ديت 4 غرف. طبعا النهارده عشان الجو مش مشمس، لو كان مشمس كنا هنشوف البحر هناك يعني. البلكونه الواحد كده يقعد في الهدوء الجميل. وزي ما احنا شايفين معاها الكلب بتاعها، وتقدر تتمشى كل يوم في المجمع الكبير بين الأشجار ديت.
والنافورات وحمامات السباحة. المطبخ. ده الحمام التاني. الغرفة الأولى. وعايز أقول حاجة مهمة جدا بالنسبة للستارة هنا بتتقفل ازاي. شوفوا، هدوس على ده مثلا فوق، بعد كده بتنزل الستارة. مثلا زي ما انا قلت هنا، عايز تطلع الستارة، عايز تنزلها بتدوس هنا. بصوا كده، هدوس اهو قدامكم الستارة بتنزل. طيب عايز اطلع الستارة، ادوس فوق هنا، طبعا في كل غرفة. الغرفة الكبيرة غرفة النوم الرئيسية.
البدل والملابس عموما، غرفة الملابس، بعد كده الحمام، الدش، أهلا وسهلا بحضرتكم. دلوقتي معانا من ممثلين المشروع ده، وهيكلمنا عن كل حاجة فيه وإيه مميزاته وإيه الأماكن اللي حواليه وإحنا فين بالظبط. هيتكلم بالتركي وأنا هترجم لكم بالعربي. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben Hoş geldiniz iyiyim. projemize. Hoş bulduk. Lütfen anlatır mısınız? Biz neredeyiz? Tabii. Şu anda Üsküdar Altunizade bölgesindeyiz. دلوقتي يا جماعة إحنا في اسكودار. Şu an Validebağ Korusu'na komşu tek site projesi burası. والمجمع الوحيد اللي يعتبر جار أحسن غابة من أحسن الغابات هنا في إسطنبول، على طول جنبينا على طول. غابة يعني مليئة بالأشجار، وإنت وأسرتك كل يوم عايزين مثلا إنت وأسرتك وأصحابك أو تتمشى كل يوم وتشم الهواء النظيف، تطلع من المجمع تلاقي نفسك في الغابة. Projemiz 13 blok, 196 daireden oluşuyor. ونقودش بلو. Evet. عارفين كم عمارة هنا؟ 13 عمارة. كاش دايرة لطفا؟ 196 dairemiz var. 190 دايرة. 190 شقة في المجمع. Evet. Bu 13 bloktaki tüm dairelerimiz birbirinden farklı diyebilirim. Bu 13 blok tamamen birbirinden farklı tasarlanmış bloklar. تعرفوا يا جماعة ال 190 شقة كل شقة مختلفة عن الشقة التانية، وتصميمها مختلف عن الشقة التانية خالص. بيرون. Şu an projemizde 3+1 ve 4+1 daire çeşitlerimiz var ve bunlara ek olarak dubleks dairelerimiz bulunuyor. anladım. وفي شقق هنا 3 غرف وصالة و4 وصالة زائد كمان في الدوبلكس. Evet. 35 tane şu an stoğumuzda dairemiz 35 kaldı. tane şimdi kaldı. Evet. من ال 190 شقة في حوالي 35 تمام. في حوالي 35 شقة باقية بس من ال 190 شقة. Şimdi projemizde, çevremizde MR alışveriş merkezi. بك şimdi ben anlatacağım. هنا يا جماعة جنب المجمع بقى عدوا مراكز التسوق الكتيرة. مركز التسوق اللي هو اسمه ايه؟ MR mı? MR alışveriş. Ma- Şöyle söyleyeyim. MR, Akasya ve Capitol. 3 tane söyleseniz. تمام. مركز التسوق المشهور إعمار. sonra Capitol. كابيتوي. ما شاء الله شوف الكلام الأجنبي ده يا جماعة. Akasya alışveriş merkezi. وكمان مركز التسوق بتاع أكاسيا كمان. Evet, bunlar istediğiniz markaya ulaşabileceğiniz İstanbul'un en güzel, en lüks alışveriş merkezi. بيقول لك أي ماركة أنت عايز تشتريها كل حاجة موجودة هنا في المراكز التسوق. Burası ayrıca aileler için tasarlanmış bir site projesi. aileler için değil mi? Evet. والمجمع ده اتصمم مخصوص علشان العائلات. Evet, burada anaokulundan üniversiteye kadar tüm çocuklarınızın gidebileceği, seçebileceğiniz, seçmek isteyeceğiniz okullar bu bölgede. وفي المنطقة هنا من بالنسبة لأولادنا وأحبابنا بتبدأ من الحضانة والابتدائي لغاية الجامعة. Evet, bu okullarda hem lokal olarak çok meşhur okullar var bu bölgede. وكمان المدارس هنا والجامعات من أشهر المدارس اللي موجودة. Evet, hem de uluslararası eğitim alabileceğiniz, diploması yurt dışında da geçerli olabilecek birçok sayıda okul bu bölgede. الجامعات اللي هنا معترف بها دوليا، الشهادات بتاعتها معترف بها في كل العالم. Evet, aynı zamanda projemizin hemen yanında bir hastane bulunuyor. يا سلام. وجنب المجمع كمان في مستشفى دولية كبيرة جدا. Bu şekilde çevremiz Üsküdar sahile buradan bir 5 dakikada
ulaşabiliyoruz. Yürüyerek arabayla. Arabayla 5 dakika sonra ومن هنا من هنا لساحل اسكودار بالسياره 5 دقايق بس. دلوقتي بقى الحاجه المهمه جدا انا عايز اساله عن حاجتين. الحاجه الاولى الاسعار كام؟ الحاجه الثانيه السؤال اللي انا اساله له وانا اجاوبكم عليه، هل احنا هنصور ال 35 شقه؟ مش محتاجين، احنا بس صورنا المجمع وحضرتك لما تيجي ان شاء الله نفرجك على اكتر من كذا شقه. دلوقتي انا اساله ايه الاسعار من كام لكام؟ Bu arada lütfen fiyatlar arasında ne kadar yani? Fiyatlar 1 milyon 350 bin dolar. السعر يا جماعة بيبدأ من $1,350,000 ل 3 milyon 800 bin dolara kadar dairelerimiz mevcut. 3,800,000 dolara kadar dairelerimiz mevcut. ل 3,800,000 السعر بيبدأ من ده للسعر ده. çok sağ ol size. Rica ederim. أشكركم جدا وأشوفكم قريبا إن شاء الله في اسطنبول. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقدم شكر الجزيل للأستاذ علي، وأحب أشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين. نتمنى لهم التوفيق في عملهم. ألف شكر. مع خالد الصاعبي من المدينة المنورة. علي جمال الحقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل الناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهمه مصلحة الشخص اللي يجي قبل لا تهمه مصلحته هو في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان. الحقيقة يعني أنا أنصح بالتعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو بالفعل برضه أسعاره جيدة. والله يوفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في اسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في اسطنبول، والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم. وطلعنا البارحة على الطابو، خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة، وشريكه المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في اسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريكه المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر، وأشكرهم جزيلا. ألف مبروك، ألف مبروك على الطابو. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط إني شفت الطابو باسمي. يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيتوا الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم. والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة، يعلم الله. ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا وهم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد، والجماعة وقفونا نصيحة، ما حسينا بغربة، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البداية الى النهاية. وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكه التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكك التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال اشترينا شقة في سلطان أيوب، والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة. الحمد لله اللي شفناه اللي لمسناه منه كل خير صراحة. أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، وأتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعاون. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق. جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد لواحد أبو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري. جانا قبل الطيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصر ويانا وشال وياي الجنة طاني وعائلتي 4 نفرات. زين لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديتوه اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في ينيكابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة يتواصلون مع الأستاذ علي جمال. وشكرا. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد والقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال. السلام عليكم. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldin. Buyur. Kapıyı kapatıyorum. Evet, lütfen. السلام عليكم. أولا أقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم 1 بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطة التانية، مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات. دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو. يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح لانها امانه. مين حلقه الوصل؟ مين حلقه الوصل بينكم وبين المالك؟ احنا. فدي امانه كبيره جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجه جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجه كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف
عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا. بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعة. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة منكم ليه. كويس؟ بناخد النسبة المعروف عليها هنا في تركيا العادلة. كويس؟ دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش، علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية، يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله، واطمنوا. اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.